ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. يواجه الوداد الرياضي نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الخميس على أرضية مركب الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة 7 مساء لحساب إياب ربع نهائي السوبر ليج الأفريقي في نسخته الأولى، أحدث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ويتطلع أبناء عادل رمزي إلى تكرار الانتصار على إنيمبا للتأهل إلى المربع الذهبي ومواجهة الفائز من لقاء الترجي الرياضي التونسي ومازيمبي الكونغولي، فيما يطمح الفريق النيجيري لخلق المفاجأة بالفوز على الوداد الرياضي بأكثر من هدف لضمان التواجد في نصف النهائي. وفي السياق ذاته استقرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اسم الحكم الكابوني بير غيسلان لقيادة المباراة المذكورة بين الوداد وإنيمبا النيجيري، مساندا بالحكم المصري محمود عاشور في تقنية الفيديو المساعد للفار. وعلاقة بالمباراة المذكورة، قال عادل رمزي في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء إن مستوى متقارب لحد الآن، ولم يعاين بعد فريقا يمكن ترشيحه بشكل فعلي للظفر باللقب، موضحا أنه يثق في قدرات لاعبيه لكنه لا يحبذ الحديث عن المستقبل، كون أن ما يعرفه الآن أنه لديه كامل الثقة في المجموعة وما يمكنني الوصول إليه. شكرا على اهتمامكم، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.